السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. تعالوا معايا على الحمام، ازاي تحول حمامك لحمام فندقي. بسيط. انا هنا مستلم يا جماعه، بصوا حمام طبعا في كومباوند، وحمام متشطب خالص. فايه الحاجات اللي ممكن لمسات اعملها هتحول لي في حته ثانيه خالص. تعال بص مع بعض. انا عندي اول حاجه هنا المستلم الحوض، مستلم الكهرباء في الحيطه اللي في الوش، وعندي مساحه بصوا كده داخله كل ده، عندي متربع حرف يو. فانا ازاي استغل الموضوع ده بطريقه اشيك شويه؟ في الستايلات الفندقيه لما بنعمل ديزاين الحمام في فندق او حاجه، بنحاول دايما نكبر المرايات عشان تدي احساس بالفخامه، وفي نفس الوقت تساعدنا في انعكاس الضوء. فطيب انا عندي دلوقتي هنا الجزء ده فيه علبه للاسف الكومباوند حاططها لي في الوش، مش احسن حاجه. فانا المفروض هحط هنا. طب هعمل اكسر بلاط؟ لا يا جماعه مش هكسر بلاط. انا عندي بصوا كده معايا من بره، عندي هنا في كهرباء هيبقى اوريدي، فانا اخلي الكهربائي يقطع بالصاروخ على ابعاد العلبه بالظبط هنا في الجزء ده، واجي دي هتتلغى اصل وفصل نهائي خالص ويتقفل عليها. وبعد ما يتقفل عليها هيبقى عندي امكانيه ان انا اخد من هنا، من اول هنا لغايه هنا، كل دي مرايه لفوق. وهيبقى عندي الحوض هنا ده هيتشال طبعا، هيتجاب مكانه حوض هيتعمل جرانيت، هيتعمل بيلت ان كله. وبعد كده عندي التواليت اللي جاي كده، لا انا هعكس اتجاهه، هخلي ده اتجاهه كده علشان الجزء بتاع الشاور عندي ما يبقاش مخنوق. فبالتالي هيسهل لي ان اعمل الجزء ده كده كده، يبقى ده شاور روم. والجزء الاخير اللي في ظهر الباب ده اقدر استغله كمان زي ما حضرتك. معلش الاضاءه مش احسن حاجه دلوقتي. عندي الجزء ده بقى هعمل يونت واحط الغساله تحت، وعندي الجزء اللي فوق فيه المنظفات وفيه كل حاجه، مع طبعا اللعب بقى بالاضاءه في الاسقف مع الاكسسوارز بتاعتي. و نبطل موضوع الخوارزميات بقى، كفايه قدمت قوي. في افكار تانية جديده هبقى اشاركها مع حضراتكم ان شاء الله. فيديو جديد مع بعض.